السلام عليكم الاخوان، كي دايرين بخير؟ كلشي مزيان. هادو اوراق الزيتون كيف كتشوفوا. اوراق الزيتون فيهم بعض الفوائد للصحه ديال الانسان اللي سبحان الله غير اللي ما عرفش هذا الشيء. واول فائده الاخوان اللي مزيانين لهم هاد اوراق الزيتون، الناس اللي عندهم السكر وراثي ولا الناس اللي عندهم السكر عادي، يعني عندهم السكر هابط ولا السكر طالع، غادي تشد واحد الكميه على هاد القطره خويا اللي كتشوف. غادي تشد شي براد صغير ديال شي براد تعمرو بالماء وخليه حتى يذبخ مزيان. خلي هذاك الماء حتى يذبخ مزيان فهذاك البراد حيدو من فوق العافيه. تشد واحد الكميه على هذا الشكل، غتغسلهم بالماء بارد، عفوا هما الاولين غتغسلهم بالماء بارد هما الاولين. دير هاد اوراق الزيتون في هذاك الماء، خلي هذاك الماء هاد اوراق الزيتون حتى يطلقوا مزيان في هذاك الماء وشربوا على الريق وصوم عليه واحد ساعات المكانه. عاد فطر. دير هاد الطريقه واحد اسبوع او لا 5 ايام وسير عبر السكر ديالك اخويا عند الطبيب وشوف واحد الطريقه، واحد الدرجه اللي كينزل بها السكر، واحد الدرجه اللي لا تصدق. هاد الشيء راه مجربه الاخوان وكيديروه الناس اللي عندهم السكر. دير هاد الشيء اللي قلت لك اخويا، سير عبر السكر ديالك عند الطبيب، غادي تلقى السكر ديالك هابط بواحد الدرجه التي لا تصدق سبحان الله. ثاني حاجه اللي مزيانين لهم هاد اوراق الزيتون الاخوان اللي هي التسوس. الناس اللي عندهم التسوس في الاسنان ديالهم، الطريقه تشد واحد الكميه اخويا اللي قليله ما تكونش كثيره، غادي تغسلها بالماء بارد مزيان، ديرها في فمك، نضغها مزيان، خلي هذاك الماء يدخل بين سنانك، راه فاش غادي تنضغهم مزيان فمك راه غيجيك حار، حيت اوراق الزيتون حار. غادي تخلي هذاك الماء يدخل بين سنانك مزيان، خليهم واحد 5 دقائق، دفل هذاك الماء ديال اوراق الزيتون. دير هذه الطريقه يوميا، ديرها يوميا وشوف التسوس واش غادي يبقى عندك، حيت هاد الطريقه كيقتل بها هذوك الحشرات اللي كيديروا لك التسوس في الاسنان ديالك. هاد الماء ديال الزيتون كيقتل هذوك الحشرات اللي كيديروا التسوس. ثالث حاجه اللي مزيانين لهم هاد اوراق الزيتون، الناس اللي عندهم تساقط الشعر وراثي، المهم كيطيح لهم شعرهم بزاف، غادي تجد واحد الكميه ديال اوراق الزيتون اللي كثيره خويا شويه. غادي دير شي برمه، غتشد اول حاجه اللي غادي دير، غتشد هذوك الكميه ديال اوراق الزيتون، غادي تغسلهم مزيان بالماء بارد من الغبره، غادي ديرهم في البرمه، دير 5 لتر ديال الماء ولا 6 لتر، ديرهم فوق العافيه حتى يطبخوا مزيان، دير فيها هذوك اوراق، خلي هذاك اوراق يطبخوا في هذاك الماء مزيان حتى يطبخوا مزيان. راه فاش غادي يطبخوا مزيان في هذاك الماء، غادي يبان لك هذاك الماء بحال زيت الزيتون. فاش غادي يطبخوا فيه الاوراق الزيتون غيبان لك غيولي بحال زيت الزيتون. وفاش غادي يطبخ مزيان، حيد هذاك الماء من فوق العافيه، خليه حطو في شي بلاصه حتى يبرد وصفيه بشي زيف وديرو في شي بيدو، وكل مره غسل به راسك. الطريقه كيفاش غادي تغسل به راسك، غادي تجد واحد ايترو ولا قل من ايترو، غادي تسخن هذاك الماء فاش تبغي تغسل راسك، غادي تشد شي سل تخوي فيه هذاك الماء وتحضر راسك وتبقى ماشي تشد هذاك الماء وتخويه مره واحده على راسك، لا، غادي دير هذاك الماء في شي سطل وغادي تبقى تخوي عليه هذاك الماء خليه يرجع للصل. غادي دير هذه الطريقه واحد 10 دقائق، يعني ماشي غير تخويه مره واحده، غادي تبقى تخوي تخوي عليه بيديك، تخوي على راسك واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق لمده. دير هذه الطريقه دائما وشوف التساقط واش غادي يبقى عندك. راه كيحبس التساقط الاخوان ديال الشعر، وهذا الشيء راه كنقولوا بالتجربه، راه انا كنديرو شخصيا اللي كنهضر معكم. المهم هادشي اللي كان الاخوان، الا كتعرف شي واحد مريض بالسكر اخويا حاول تبارطاج مع هذا الفيديو، ولك الاجر عند الله. شي واحد من العائله ديالك ولا شي واحد كتعرفوا فيه السكر حاول تبارطاجي معاه هذا الفيديو، والله ولي التوفيق.